بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض طريقة البريوش، وخطوة بخطوة يطلع مورق وجميل جدا زي ما انتوا شايفينه في الصورة. الأول هنجيب كيلو دقيق. المقادير دي اللي بقولها لكم على كيلو دقيق. كيلو دقيق، وهنحط عليها كيلو دقيق عليه 4 معالق سكر، وعليه معلقة ملح، وعليه 4 بيضات، عليهم فانيليا، عليهم حوالي كيسين فانيليا او 3. اهو بننخل الدقيق الاول. اول حاجة ننخل الدقيق، بعد كده نضيف المواد الجافة عليها، الملح والسكر. هنا عندنا الخميرة. قبل ما اشتغل دوبت الخميرة حوالي انا عاملة خميرة فورية، عاملة حوالي 3 اكياس او كيسين. هحط عليهم معلقتين سكر وشوية مية دافيين، وبسيبها بقلبها واسيبها تتفاعل مع بعضها. خلاص، بعد كده نحط المواد الجافة. كيلو دقيق عليه 4 معالق سكر اهو، ومعلقة ملح، و4 بيضات عليهم الفانيليا طبعا. 4 بيضات عليهم الفانيليا. نقلب البيض كويس. نقلب الاول بالمعلقة، وبعد كده هنستعمل ايدينا. نحط البيض على الدقيق كده ونقلبه مع المواد الجافة. بعد كده عندنا لبن دافي، كوبايتين. كيلو اللبن، كيلو دقيق عليه كوبايتين لبن دافي، كوبايتين ونص. عليه كوبايتين ونص لبن دافي. هنحط اللبن كده اهو. لو احتجت تاني احط، بس هو كده المعيار مظبوط ومجرباه يعني قبل كده. هنقلبه بقى. وعلى فكرة هنحتاج على الكيلو 4 معالق سمنة بدرجة حرارة الغرفة، يعني مش مسيحينها ولا حاجة، ولا تكون من التلاجة، درجة حرارة الغرفة اهو. هنقلب بقى بايدينا كده، هنحاول نعجن بايدينا عشان المعلقة طبعا مش هتسعف معانا اهو. بعد كده حطينا الخميرة بقى اللي كنا مدوبينها، وحطينا السمنة. نسيت احط السمنة معلش في طبق عشان تشوفوها. حطيت السمنة وعجنتها كده مع اللبن مع المواد الجافة اهو. بعد كده نحط الخميرة، هي اتفعلت مع بعضها كده، ونحطها على العجينة ونعجن بقى، نديها حقها. لازم العجين ياخد حقه حوالي 10 دقايق كده عجن، لحد ما تحس ان كل الدقيق والمكونات اتشربوا في بعضهم. نعجن، نفضل نعجن كذا مرة كده لحد ما العجين نحس ان هو اتعجن كويس، او ما بقاش لازق في الطبق. اهو
انا كنت عايزة اجرلكوا الفيديو بس عشان يبقى قدامكم خطوة بخطوة. شايفين العجين يا حبيبي مش لازق في الطبق خالص واتعجن حلو قوي. هنسيبه بقى حوالي نص ساعة او ساعة، يعني لو في الصيف يبقى نص ساعة، احنا دلوقتي في الشتاء هنسيبه حوالي ساعة ونغطيه بستريتش او كيس. لو ما عندكيش استرتش يبقى كيس، ونحط فوقيه فوطة نضيفة يعني اهو. وهنسيبه كده لحد ما تخمر. بعد كده بعد ما خمرت اهي العجينة قدامنا، هنحاول نهبطها كده، وبعدين ناخد جزء جزء. نهبط العجينة الاول، نقلبها كلها في بعضها. هاخد جزء منها كده هنعمله على شكل مستطيل. الجزء ده اهو، شوفوا مش لازقه في ايدي ولا اي حاجه، بقول لكم ان هي مش لازقه في ايدي، يعني بوريكم ايدي العجينه مش لازقه والحمد لله، يعني ناجحه جدا جدا. وبعدين محتاجتش ان انا احط دقيق على الترابيزه ولا حاجه، زي ما انتم ملاحظين اهو، حطيت على الترابيزه على طول. هنقطع بقى العجينه، هنقطعها اجزاء متساويه كده. حسب يعني، هي مش بالعدد يعني، حسب القطعة ما تبقى مناسبة يعني، بس يكونوا قد بعض كلهم. هناخدهم بقى ونحطهم على جنب عشان نفضي مكان لما نعمل البريوش، يبقى في مكان ان احنا نعمل العجينة نفردها يعني. انا بحب اوريكم بالتفصيل يعني كل خطوة، عشان ما فيش خطوة تعدي ولا كده اكون ما صورتهاش معاكم. هي الحتة دي معلش، وانا بعملها انا قلت احط دقيق احتياطي، انما هي ما كانتش لازقه على الترابيزه ولا حاجه، يعني احتياطي، عايزه تحطي حطي، ممكن تحطي زيت. هي بقى معلش الحته دي طلعت صغيره مني شويه، هي كانت اخر حته في القطعه اللي قطعتها يعني، فطلعت صغيره، فمعلش هي اتقطعت مني وركنتها وخدت غيرها. اهي معلش بقى، هي اتقطعت لان العجينه كانت خمرت قوي، انا ركنتها واخدت قطعة غيرها اعملها. حتى ما احتاجتش الدقيق يعني، خليته على جنب تاني مش محتاجاه اهو. شايفين بقى بحاول ان انا يعني ابرمها كده وانا بفردها، يعني اوزعها كده شمال ويمين وببرمها، بوزعها شمال ويمين وابرمها كده. ايوه ايوه اهو. اخد بقى الطرف ده اهو، اتنيه، اخد الطرف واتنيه كده، وبعدين الف، اخد الطرف التاني والفه جنب بعضه جنب بعضه، ما يبقاش فوق بعض، يبقى جنب بعض. واخر طرف خالص فيها بروح رافعاها كده وحطها عشان ما يتفكش، احطها من تحتها عشان ما يتفكش. هنا ممكن اعملها كده تبقى شكل مربع او مستطيل، وممكن نسيبها شكل دايرة زي ما تحبوا يعني. هعمل معاكم واحدة تانية اهو اهو. بحاول وانا ببرمها كده ان انا اوزعها شمال ويمين اهو،
وبرضو في نفس الوقت تخلي بالك عشان ما تتقطعش منك. ايوه كده اهو. اخر طرف ده بقى نروح تانيينه كده اهو، نتنيه كده ونجيب الطرف التاني وبعدين نرفعها اخر طرف خالص، نحطه من تحت عشان ما تتفكش برضه اهو. سهلة جدا جدا مفيهاش اي حاجة اهو. بحاول اوريها لكم عشان الاضاءة كانت مدارية عليها، بحاول اقربها للكاميرا عشان تبان. هنعمل ده بقى الشكل ايه، عشان انا عملت معاكم كذا شكل. شوف ده الشكل النهون بقى اللي انا بعمله معاكم دلوقتي اهو. اهو قربتها على الكاميرا عشان تبقى باينة. هو الشكل، بس انا قربتها على الكاميرا كده، قربتها على الترابيزة شوية عشان تبقى باينة قصاد الكاميرا اهو. شايفين كده يا حبايبي؟ دي بعملها 3 قطع يعني، قسمتها كده 3 قطع وهنعملها على شكل ضفيرة، قطعة 2 و3، وبعدين اعكس دي مكان دي ودي مكان دي زي الضفيرة بالظبط بتاعت الشعر اهو. المهم ان الطرف من فوق خالص يبقوا ماسكين في بعض، الاطراف ال3 يبقوا ماسكين في بعض. اهي سهلة جدا جدا، وشكل يعني اصل العجاين دي ممكن تعملي بيها يعني كذا شكل انت عايزاه. بدل العجينة حلوة معاكي ممكن تشكليها حسب ما انت عايزة. بعد ما عملتها ضفيرة كده اهو، شوفوا لميت الطرف ده على ده تبقى زي الكعكة كده اهو اهو. شايفين ولادك يعني يفرحوا بالاشكال، كل ما تعملي اشكال كده ولادك يفرحوا بيها اكتر. على فكرة انا حاولت يعني فردت كده عملتها زي الباتيه وحطيت فيها جبنة، في قطع انا حطيت فيها جبنة وقفلتها تاني اهو. بقول لكم ان الجنب اللي قدامي ده يجي كده والجنب اللي قصاده يجي زي ما اكون بقفلهم على بعض. دي سبتها من غير حشو، في بقى انا حشيته وحطيت فيها جبنة بس ما تكتريش عشان ما تنزلش اهو، زي الباتيه بالظبط. واما استوت كانت مورقة وجميلة قوي اهو. بشيلها كده بالراحة وبحطها في الصينية. اهو لو لقيتيها يعني هتلزق منك تعصي ايدك دقيق كده، عصي ايدك دقيق وحاولي انك وانت بتبرميها يعني اهو.
عجينة جميلة جدا ما شاء الله ويعني بتتشكل اي شكل انا عايزاه. شوفوا الطرف ده، نلفها كده اهو، تبقى جنبها ما تبقاش فوقيها. وبرضو نرفع اخر الطرف الاخير ونحطه من تحت كده، عشان مع الخمر والتسوية وكده ممكن تلاقيها ان هي بعدت عنها وفكت. بعد كده هجيب بيضتين، صفار بيضتين عليهم فانيليا، واقلبهم كويس قوي كده وادهنهم بالفرشة. ادهن الوش بالفرشة، صفار بيضتين، صفار بس، ومع عليهم فانيليا اهو. ادهنه كله كده زي ما انتوا شايفين. يا رب اكون بقدر يعني اوصل لكم المعلومة بسهولة، وتكونوا حابين القناة بتاعتي وربنا يقدرني ان انا يعني ابسط لكم كل حاجة. وزي ما انا ما بوصل لكم المعلومة انا برضو بستفاد منكم، يعني ببقى فرحانة ان انا بوصل اي حاجة، يعني اعرف اي حاجة اقدر اعملها. اهو عندي سكر مش مطحون، سكر عادي، بحطه على الوش بعد ما حطيت البيض ابو فانيليا اهو. بحط السكر، حط السكر كده على الوش. اللي في النص الطويلة دي انا كنت عاملة ضفيرة وسايباها ما خليتهاش كحكة ولا حاجة. ده بعد ما استوى، بس معلش الاضاءة كانت ضعيفة بقى في المطبخ. ده بعد ما استوى، اول صينية طلعتها اهو. ايه رأيكم بقى؟ ده بعد ما خلصت خالص وحطيته في طبق اهو. وسواه جميل ما شاء الله، وهو جميل جدا وريحته كانت قلبة.